عمرك شفت إعلان عن دكتور أسنان وخدت بالك قد إيه الصورة بتشد العين من أول ثانية؟ السر هنا مش بس في الصورة، السر في تصميم طبي احترافي يخلي المعلومة واضحة والعميل يثق في المكان من غير ما ياخد وقته في التفكير. في الدرس ده هنعمل مع بعض تصميم إعلاني طبي عن حشو العصب بأسلوب بسيط وسهل يخلي شغلك يبان بروفيشنال من أول مرة. أول حاجة بنعملها بنروح على برنامج الفوتوشوب ونفتح مقاس 1000 في 1000 بكسل، ريزوليوشن 150، موديل ألوان RGB. بعدين بنروح على قائمة فيو ونعمل منها غايد للصفحة 1 سنتي من كل الاتجاهات. بنفك القفل عن الأرضية بالضغط عليه، ومن القائمة بتاعت الأدوات في الأسفل بنعمل جريدينت للأرضية. بنخلي درجة التركواز الغامق من الخارج والدرجة الفاتحة من الداخل علشان تديني إيحاء بالإضاءة في الأرضية زي ما موضح حضراتكم قدامكم في الصورة. بعدين بنجيب الصورة الضبابية دي علشان تدي تأثير في الأرضية ونظبط مقاسها على التصميم، وبعدين نغير مود الألوان لسوفت لايت ونخلي الشفافية بتاعتها 70%. بعدين نحدد اللير مع الأرضية ونضغط على كنترول جي عشان نحطهم في جروب مع بعض. بعدين بنروح نجيب الدرس اللي هو هنشتغل عليه، وبالمناسبة انت ممكن تعمل الدرس بالشكل ده والستايل ده من خلال شات جي بي تي. بتكتب الوصف المناسب بالشكل ده والغرض منه وهو بيعمل لك البرومنت بالانجليزي. بعدين بتاخده نسخ وتروح على اي موقع بيولد صور بالذكاء الصناعي وتنسخ البرومنت اللي هو عمله لك شات جي بي تي، وهتلاقي نتائج كويسة جدا ومختلفة. عامة انت هتلاقي في الوصف اسفل الفيديو رابط فيه كل الصور اللي انا استخدمتها. نيجي على الدرس بتاعنا نظبط حجم الدرس على المقاس، بعدين بنروح نجيب صورة الدرس تاني بس المرة دي بتكون جي بي جي ونخليها اسفل الدرس اللي هو البي ان جي اللي احنا عملناه، ونظبطها على قد مقاسه بالظبط زي ما هو موضح قدامكم. بعدين بنعمل لها ماسك، وبأداة السلكت بنحدد الجزء اللي من فوق ونخلي الفل على الأسود ونضغط على Alt زائد باك سبيس علشان نخفي الجزء اللي من فوق اللي هو احنا مش محتاجينه. بعدين بنضغط على اللاير ونخلي المود على مالتيبلاي علشان يظهر معايا الظل اللي أسفل الضرس بالشكل ده. بنروح بعدين على الضرس واضغط على كنترول ام علشان نظبط الإضاءة والألوان بتاعة الصورة. بعدين بنحط الصورتين مع بعض في مجموعة واحدة ونضغط على كنترول تي واكبر حجمهم شوية. بعدين بروح اجيب الصورة دي اللي بتعبر عن ألم الأسنان واظبط مقاسها مع الأرضية بالشكل المناسب. بعدين بغير مود الألوان بتاع الصورة وأخليه مالتيبلاي وأخفف الشفافية بتاعتها شوية وأخليها 40%، وأضيفها في الجروب بتاع الأرضية. بعدين بعمل طبقة جديدة من تحت وأروح على أداة الفرشة وأخليها باللون الأبيض وأعمل إضاءة خفيفة وأكبر الإضاءة شوية من خلال كنترول تي علشان يظهر معايا الضرس بالشكل المناسب. بعدين بروح أجيب باقي الملحقات بتاعة التصميم زي الشعار ده مثلا، وأحول اللاير بتاعه إلى ريسترايز لاير علشان أفصل اللونين عن بعض وأقدر أغير الألوان بتاعتهم. بحدد اللون ده بالبن تول، بعدين بضغط على كنترول انتر عشان يعمل لي سيلكت على الشكل واضغط على كليك يمين من الماوس واختار كات لاير.
بعدين بلون كل جزء لوحده. بعدين بكتب اسم المركز أو الدكتور اللي أنا هستخدمه في التصميم. بعدين بحطهم كلهم في جروب واحد وأعمل لهم شادو خفيف علشان يظهر معايا في الأرضية. بعدين بكتب من الناحية التانية بيانات المكان والاتصال بالشكل المناسب. طبعا الحاجات دي بسيطة وسهلة وهتقدروا تنسقوها، بس أنا بشرح لك في الدرس الفكرة جت ازاي وترتيب الطبقات والعناصر مع بعض بالشكل المتناسق اللي بيخلي نتيجتك في النهاية مميزة ومختلفة عن غيرك بأبسط الطرق. طبعا الأشكال والعناصر زي الأسهم وغيرها أنا كنت عملت فيديو كامل عنها، شرحت إزاي بجيبها وإزاي تعرف تجيب الأشكال اللي زي كده. هتلاقوا رابط الدرس في الوصف أسفل الفيديو. بنعمل دايرة باللون التركواز الغامق ونخليها أسفل الضرس، ونغير مود الألوان بتاعها إلى هارد لايت علشان تبان بالشفافية دي. بعدين بضغط على كنترول جي علشان أعمل نسخة تاني منها ونخلي الفل بتاعها صفر، ونروح على قائمة الأدوات نعمل لها ستروك ونخلي اللون أصفر أو أورنج. بعدين بنحرك شوية بالأسهم بحيث يدي شكل أسفل الدايرة، وبنكتب جوه الدايرة خصم خاص 20% ونظبطها على قد مقاسها. وناخد نسخة تانية من الستايل اللي عملناه في الجروب اللي هو شادو ونروح على الكلمة وننسخها بدل ما نعمل نفس الحركة تاني. بعدين بناخد نسخة من الجروب بتاع الدرس كنترول جي ونحذف الصورة الجي بي جي اللي كان فيها الظل، ونحول الجروب إلى layer smart object. بعدين بنخلي اللون بتاعها أسود وبنضغط على Alt علشان ندخل اللير في الشيب بتاع الدايرة ويعمل لي ظل للضرس زي ما هو موضح قدامكم في الصورة. بعدين بنروح على قائمة فلتر ونعمل لها بلور
ونغير المود لمالتيبلاي ونخف الأوباستي بتاعها على 40%. بعدين بنروح نعمل لاير جديد ونختار الفرشة ونغير شكلها إلى النقط المجمعة دي، ونحطها على جنب بالشكل ده. بعدين بنكتب العنوان الرئيسي للتصميم اللي هو حشو العصب مع كلمة دعائية من تحت. ونعمل لها شكل مستطيل من أسفل. بعدين بنحطهم كلهم في جروب واحد ونميل الكلام شوية بالشكل ده، وبنعمل ظل خفيف بحيث يبقى ظاهرة في التصميم. بس وفي النهاية أتمنى إن الدرس النهاردة يفيدكم. المحاضرات والصور اللي أنا استخدمتها في التصميم هتلاقوها في الوصف أسفل الفيديو، وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.